نخش على طول بقى عشان الواحد جادد بصراحة يعني مبدئيا كده يعني ايه اللي يزيد في طاهر عن جريديشار عشان يلعب مكانه يعني بالعقل ايه اللي يزيد عنه لعب بالدماغ مفيش لعب بالكرة مفيش ايه بقى اللي يخلي طاهر يلعب عليه الله اعلم ايه اللي يخلي طاهر يلعب عليا انا يعني انا اروح اخس شوية واروح العب مكانه على الاقل هيبقى عندي شوية حمية انا نفس اللي قلته والله الحلقة اللي فاتت هو المدرب جه اتقال له ان ده بيلعب راس حربة لعيبة قبل كده فالراجل بيجرب بس برضه يعني في عقل هو مستني لغايه الدقيقه مش عارف 60 راح مغيره. طب الكوره بتاعت اللي هي الشوط الاول اللي هو مش فاكر مين اداها ده تريزيجيه هو كان على الشمال كعبل فيها هو ما عرفش يجري هو كعبل فيها يعني انا كنت اول مسجل بعد الكوره دي بس مسكت نفسي انا دايما بقولها هو اخره يستلم الكوره ويجري بيها يعني متر وشكرا على كده حتى دي كمان ما عرفش يعملها في اللقطه دي كان انفراد يا جماعه انت فاهم يعني ايه انفراد كانوا 2 على 1 ما عرفش يستلمها ولا يجري بيها ولا اي حاجه خد من ده كتير كل الوقت اللي هو قعده ما استلمش كوره صح يعني لو تعمل احصائيه من الماتش ده واللي فات واي ماتش هو بيلعبه مش فاهم مين بلانا بيه بصراحه يعني مين اللي كان مقرر ان الشحات يمشي وهو يقعد مقررين ان عبد القادر يمشي وهو يقعد برضه ما تفهمش ايه لجنه دي مش لجنه كوره دي لجنه يعني هنقول ايه هم اللي قرروا برضه ان علي معلول يمشي مشي يحيى عطية الله وخلي كوكا ده بص يعني يا باشا يعني ما فيش منه اتنين نخش على الماتش اللي فاضي الماتش اللي ما فيهوش اي حاجه ابتديت الماتش ما كملتش يعني 10 دقايق جه في الجون نفس الجون اللي بيجي فيك السنه دي مش طبيعي الجون ده والوقفة المدافعين يعني لسه ياسين منعي ما بيعرفش يلعب بدماغه قوي في الحاجات دي مع انه مدافع مش عارف ازاي بس يعني فين الباقي نفس الجون ده بيجي فينا كتير ارجع بس الحلقة اللي فاتت بص على نفس الحتة قلت لك فرقة ايجل نوار دي مش هتسجل فينا غير من كورنر كل السنة دي كلها بتيجي فينا كلها من كورنرات يا كورنرات يا فاولات اي حاجة مرفوعة وخلاص جه فيك الجون والطلعة العبيطة من الشناوي طبعا يعني بتاعت كل ماتشين 3 دي لازم يعملها تيجي بقى يعني بعدها مفيش انت فاضي عشوائيه اي حاجه بتحصل كره تريزيجيه دي شوطين دي حاجات فرديه يا جماعه ما تحسبش ان الحاجات دي شغل فريق لا ده حاجات فرديه كده تقول لي حاجات فرديه هتكسبك بس هتكسبك ماتش مش هتكسبك اللي بعديه فالاهلي طلع الشوط الاول مفيش والشوط التاني برضه سيبك من اللي كان يحصل ده انت اي كره خطر كانت كلها من كورنرات احنا واخدين 15 كورنر بس غناش ولا واحد اللي كان فيهم خطر الفاول او الكورنر بس شغل بقى عشوائيه بشكل اوفر يعني نرجع تاني للشوط الاول كميه مش اقول لك اسمها ايه فرهده لا انتخى تقل محدش عايز يجري كسل في اي حاجه على شكلت الكلام ده محدش عايز يجري زيزو انا مش عارف انتوا بتلعبوا ليه الراجل باين ان هو مش جاهز عمل ماتش زفت بصراحه بتلعبوا ليه هو مش جاهز يعني مش قادر يجري ما استفدتش بيه في اي حاجه يعني حرفيا طول الماتش هو مفيش هو فاضي خدت منه كورنرات فاول بس لكن كلاعب وكده مفيش هو الراجل مش جاهز فتيجي بقى تبص عليه عايز تبدله هو او تريزيجيه مفيش ليه انت يا باشا اول ما نزلت كده والاهلي بيعمل الحركه دي السنه دي مش عارف ليه يعني تلعب بالاربع اجنحه ازاي ارمي الاربع اجنحه تريزيجيه بن شرقي زيزو للاسف برضه حتى طاهر يحسبهم معاه بيلعب باربعه ايوه طب ماشي وانت احنا تلعب باربعه في الملعب عايز كام واحد بره ما ينفعش يعني اما اخرك اتنين وشيلوا بقى تريزيجيه من نص الملعب يعني جايز هياكل معاكوا شغل اللي هو الشوطه اللي هو شاطها او الشوطين غير كده هو مش موجود ان شاء الله امام عاشور راجع وهيلعب مكانه والفكره المتخلفه دي تطلع بره دماغ المدربين خالص تريزيجيه او زيزو يلعبوا نص الملعب بعيدان نص الملعب ده بيستلم تحت ضغط بيجري بيعمل سروهات الكلام ده كله لا عند تريزيجيه ولا عند زيزو ده ارميهم على الخط هيشتغلوا وارميهم وقعد واحد لازم تقعد حد فيهم على الاقل يبقى في بديل لكن انت بترمي كله كده في الملعب صلاه النبي لا بتستفيد بيهم في الملعب وبتحب تيجي تغيرهم كلهم عايز لك بقى 3 اجنحه تاني يعني ما فيش عقل بيقول كده ما فيش فرقه عندها كل اللعيبه دي لا يبقى في 3 في الملعب و3 على الدكه ما فيش الكلام ده بس دقيقه في دقيقه والماتش عمال يعدي وفي عشوائيه انت وحظك بقى كره هتيجي كره لا ما فيش جمله ثابته انت ماسكها يعني تقدر تقول اللي هي ايه ده هتتكرر مره واثنين وثلاثه كل ده على المدرب لسه ما اضافش اي حاجه انا ده اللي قلته ما اضافش ولا خلى شكلك وحش ما عملش حاجه يعني هو لسه ياخد وقته بقى ما ياخدش يعني ادينا هنشوف الدنيا رايحه على فين في سوبر مهم جاي فالسوبر ده هيفرق كتير قوي يعني مش هيفرق في تقييمه هيفرق في ان الفرقه تبقى هاديه شويه هو يقعد فتره اطول وهكذا تكمله برضو للعشوائيه مش عارف برضو الناس شايفاني ازاي يا جماعه يعني ما اقول لك مش هتكلم عشان الناس دلوقتي فرحانه بيه وبيصنع وبتاع بس بص على النهارده كوره صح في يعني 10 كور غلط يعني مش هكتر في هاني يعني ايه مش ناقص وجع دماغ خش برضو على ديانج يعني انا بقول وقلتها كفايه ديانج في الاهلي مشيه جاي العرض مشيه يا عم كفايه هو لا هيضيف لك ولا هيعمل حاجه بصراحه النهارده كميه
غلطات في طلوع بالكوره دي كلها يعني بنسبه 80% منه عشان هو لما بيستلم الكوره بيتدربك، عارف انت اللي هو ايه، كان في حد بيجري وراه فيروح مباصيها لحد تاني غلط. ديانج ما بيعرفش يلعب كوره يعني على قده خالص يعني. لو حد هيقول لك بص الكوره اللي لعبها عادي يمين عادي حاجات، يعني انت جايب لي في كوره، انت لو الفرقه اللي قدامك تضغط عليك بس ايه حبه بسيطه. ديانج ده كان عمل لك يعني اقول لك ايه كميه غلطات مش طبيعيه، عملها فعلا النهارده كذا باصه غلط ورا في اول الماتش خصوصا، اللي راحت للشناوي وغيرها وغيرها، فيعني فكفايه بقى عليه في الاهلي. اللي مبين قوي كده اللي هو وحش في الكوره بصراحه ان مروان عطيه مكانه هتقول لي بيباصي جنبه بيباصي لورا بس ما بيتوترش، بيستلم الكوره ويباصيها، بيباصي قدام كتير عادي. دي اهم حاجه في السي دي ام، اللي هو يستلم الكوره وتبقى تحت رجله الكوره نضيفه شويه يعني، يعرف يباصيها، ما يعملش قلق في وسط الملعب، ما يستلمش تحس ان الدنيا مكهربه. فكفايه بقى يا ديانج، كفايه كده قوي على ديانج. نرجع بقى للمدرب، انا بصراحه كنت منتظر بصمه منه اكتر من كده. ماتش طلع عشوائي قوي قوي، مش عارف ايه العشوائيه دي كلها، وهي دي الحاجات اللي بتبين المدربين اكتر بصراحه. الماتشات اللي بتبقى معقده دي انت هتطلع منها ازاي، إيه اللي هتعمله، اللعيبه حافظه ايه، الكلام ده بصراحه كله ما بانش خالص النهارده خالص، كانه زي اي مدرب موجود. متسرعش في الحكم عليه، بس ده رابع ماتش ليه تقريبا ولسه مفيش حاجات باينه. عشان كده بقول ان ماتش السوبر هيبقى ماتش فيصل ليه للاسف، يعني ممكن نهايته تيجي بسرعه. المهم يعني مش حته مكسب السوبر هو اللي هيخليه يعني يدي ثقه فيه، بس شوف اداء، شوف اي حاجه مختلفه. انا ما بقولش عليه وحش بس يعني ايه، بس يعني اللي هو ايه، لا بين لي كرامات شويه، بين لي اي حاجه، حتى بين لي كرامات في اللعيبه يا عم. شغل على الفاولات بتاع الكورنرات النهارده 15 كورنر، مفيش 15، عارف يعني ايه 15؟ اللاعب في الاخر زعلان على كورنر ضاع، يعني انت عندك 15 كورنر ما جبتش ولا واحد ده فيه، كلهم في الهوا ولا اي حاجه. كل التركيز زي على من زيزو لياسين مرعي، طب باقي وقفه اللعيبه مش موجوده. طب افرض عدت من ياسين مرعي، فين باقي اللعيبه؟ مش موجوده برضه، يعني الوقفه غلط فمفيش تدريب عليها. انت عندك هو زيزو اصلا كورنراته عرضيات، يعني مش هنكدب على بعض صح، مستنيين منه شغل كتير لغايه دلوقتي ما بينش اي كرامات وما بينش سلبيات كتير. فاجر الماتش الجاي ماتش المصري، ما احنا مش عايزين منه غير اداء، هو ده اللي هيبينه. الماتشات جايه هو جاي في معمعه برضو حاجه حلوه برضو اللي هي باين هو معدنه ايه وكده. ماتش ورا التاني هيبين هو كويس ولا وحش بصراحه. الماتش الجاي ماتش المصري يعني مدعكه لوحدها، فهنشوف هتتصرف فيه ازاي. ولو عجبك المحتوى لايك وفولو. سلام.